الست دي شربت 4 لتر عصير يوميا لمده 3 سنين، وده اللي حصل لجسمها. في البدايه كده كانت بتحس بجفاف في عينيها وفي بقها، وده السبب اللي خلاها تروح للمستشفى. بس من هنا الدنيا بدات تسود في وشها، وفي خلال اسابيع قليله كانت نزلت في الوزن 20 كيلو جرام. وعشان ما تتسرعش وتقول انا هعمل زيها عشان اخس في الوزن، اصبر معايا هتشوف اللي حصل لها هيخليك تغير رايك. والمره وهي في المستشفى عملت شويه فحوصات لجسمها، لقت ان مستوى السكر في الدم عالي بشكل خطير، والكلى عندها بدات تنهار، والجفاف عندها ما كانش مقتصر على العين والبق زي الشكوى اللي جابتها اصلا المستشفى، لا ده الجفاف كان منتشر في جسمها كله. والدكتور طبعا بيسالها شويه اسئله ما جابتش سيره عن ال4 لتر عصير اللي بتشربهم كل يوم، والدكاتره قالوا لها ان انت هتشرفينا شويه ومش هتروحي دلوقتي. فطبعا طالما هي قاعده شويه في المستشفى جابت ال4 لتر عصير بتوعها، والدكتور بالصدفه وهو معدي شاف ال4 لتر جنب السرير وازايز كتير بتخلص من العصير، راح جري على طول سالها، قال لها ايه الكميه بتاعت العصير دي؟ قالت له والله يا دكتور انا متعوده ان انا بشرب 4 لتر عصير كل يوم، ودلوقتي دي السنه الثالثه بالنسبه لي. الدكتور هنا بدا يربط كل حاجه ببعض، واكتشف الحاجه اللي عندها، تركيز العصير العالي والكميه الكبيره من العصير اللي كانت بتشربها كل يوم هي السبب الرئيسي للجفاف. وللاسف الموضوع ما وقفش لغايه هنا، بعد ما الفحوصات كلها طلعت اكتشفوا ان عندها مرض نادر اسمه متلازمه شوجر، ودي عباره عن الجهاز المناعي بتاعها بيبدا يهاجم جسمها كله، وخصوصا الغدد اللعابيه والمخاطيه والدمعيه، وده يفسر جفاف البق والعين اللي كانت عندها. بالاضافه ان الجهاز المناعي بتاعها برضه بيبدا يهاجم الكلى والكبد والمخ والعضلات والمفاصل والرئه، يعني تقريبا كل اعضاء جسمها، وده كله للاسف طلع من علبه عصير. واللي بيسال دلوقتي عن حاله الست، فهي قعدت حبه حلوين في المستشفى، كانت بتتحسن ببطء جدا، ومن يوميها ما كانتش بتشرب عصير. فنتعلم من قصه النهارده ان احنا نعتدل في كل حاجه، حتى لو حاجه مفيده زي العصير. لا ده مش بس ممكن يدخلك على جفاف، لا ده ممكن كمان يدخلك على سكر، والسكر طبعا ليه مضاعفات كبيره ممكن تاثر على جسمك كله. فيا ريت كلنا نعتدل في اي حاجه احنا بناخدها. وفي الاخر طبعا مش محتاج اوصيك شير الفيديو وعرف الناس اللي انت بتحبهم ووعيهم، واستنى الفيديوهات الجديده عشان تعرف معلومات اكتر عن صحتك.